بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة الخير. أتمنى تكونوا بصحة وبسعادة وبخير، اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة بإذن الله في معلومات قيمة في ان ازاي نربي الفراخ داخل البطاريات في الشتاء. وطبعا انتوا زي ما حضراتكم عارفين ان درجات الحرارة في الوقت اللي احنا فيه ديت بتهبط جامد قوي قوي اثناء النهار واثناء الليل. ففي منشطات وفي مقويات وفي حاجات هتساعد معاك في التدفئة. حضراتكم زي ما انتم شايفين انا مدفي يعني باللمض اللي بتتحرق دي هي بس يعني للاسف الشديد يعني اهو حاجة من ضمن الحاجات بنتعايش معاها، وإن ربنا سبحانه وتعالى ييسر الأمور. عامة يا أحباب، الحاجات القوية جدا، من الحاجات القوية جدا إنك تساعد اللي هي تساعد معاك في تدفئة الفراخ. في شوية معلومات كده طيبة. أولها الشطة. عارفين الشطة يا أحباب؟ الشطة اللي هي المطحونة، الشطة في الفلفل الشطة. بس يجب انك تجيب شطة مضمونة من عطار مضمون، يكون عنده شطة قوية، لان الشطة القوية ديت بتدي لك معدل تحويل بسم الله تبارك الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اولا فوائد الشطة دي خطيرة جدا، وانا بفضل احطها في فترة الليل لان الجو ودرجات الحرارة بتهبط بالليل، فبتبقى محتاج انك انت ترفع طاقة الطائر كمان بالليل. من ضمن الحاجات اللي بترفع طاقة الطائر بالليل أثناء هبوط درجات الحرارة الشطة الحمراء. بتجيب حوالي مثلا معلقة شطة على العلافة دي بتاخد لها مثلا من 5 ل6 كيلو علف، فتقوم جاي رششهم على ال5 كيلو ولا ال6 كيلو العلف، وتقلبهم كويس وتحطهم للفراخ في فترة الليل. طبعا يا احباب انا بدخل الفراخ ازاي في الشطة، مش يعني بدخلها كده مرة واحدة وهم بياكلوا، لا، انا بجوعهم مثلا في فترة النهار، واخدين بال حضراتكم، بعودهم على الجوع مثلا زي ما اتفقنا في حلقات قبل كده. انا بجوعهم مثلا ببدأ بنص ساعة، وبعدين ساعة وبعدين ساعتين، الى ان اوصل لحوالي في 5 ساعات في بعض الاوقات. بس طبعا ما افضلش الحاجات ديت في الشتاء. الشتاء مثلا جوع من ساعة لساعتين كفاية قوي قوي قوي. خلي دايما على طول معدة الفرخ والحويصلة بتاعه فاضية. ليه؟ لأن كل مكان فيه حويصلة فاضية إذا فيه هضم وفيه معدل تحويل كويس. فيجب إنك تاخد بالك من الحاجات ديت، لأن كل ما الفرخ قدامه الأكل دايما على طول باستمرار بنفسه مصدودة. إنما لما تبعد عنه العلف وتجوعه وتبدأ تحط له اللي انت عاوز تحطه على العلف، هيبدأ ياكله غصب عنه لأنه هو جعان. فأنا بدأت إن أنا أحط الشطة بالطريقة ديت. وبعدين قمت جاي بقى بالليل بقى ان شاء الله، قمت جاي حاطط لهم الشطه في قلب العلف، فبداوا ياكلوها وبدات العمليه كويسه. الشطه دي يا احباب غير ان هي رافع مناعه ما شاء الله، مطهر معوي رهيب. لو في ميكروب او في فيروس هتقضي عليه، او في اي طفيل في الامعاء هتدمره بفضل الله. فبالتالي انت لما بتعمل كده الطائر جسمه بيبقى من جوه وامعاءه بتبقى نظيفه، بيبقى فيه شهيه مفتوحه ان هو ياكل. لان طول ما فيه هضم طبعا بيبقى فيه اقبال على الاكل. وطبعا الشطه هاضمه يعني رقم واحد، مهضم بهارات هاضمه من الدرجه الاولى، ومنشط كبد ورافع مناعه وقاتل فيروسات. يعني ما شاء الله الشطه ديت بسم الله تبارك الله بيبقى الوضع مختلف خالص 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 بالشطه اللي انت بتحطها لهم بالليل. واخدين بال حضراتكم؟ اداة الشطة انا بحطها بالليل. قلنا حضرتك معلقة شطة على ال5 كيلو العلف او ال6 كيلو العلف. طيب عذرا. فبالنسبة بقى بالنهار احيانا طبعا، بس ما بحطش، يعني احط الشطة يوم واريح يوم كده بالشكل ده. اليوم التاني اللي بريحه بحطه بقى بالنهار. ايه بقى الحاجة الجميلة بقى، المفاجأة الجميلة اللي بتخلي الطير برضك بتديله الطاقة وبيبقى نشيط برضك، وفيها نفس الفوائد اللي بيعملها الشطة؟ العسل الاسود. العسل الاسود يا احباب طبعا انتوا عارفين العسل الاسود وفوائده من فيتامينات رهيبة، حديد وكالسيوم، وفيه كل ما تتخيلوا ما شاء الله تبارك الله.
فيه فيتامينات جميله 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 العسل الاسود، ورافع مناعه قوي جدا. واخدين بال حضراتكم؟ العسل ده انا بحط معلقتين عسل اسود على اللتر الميه، معلقتين عسل اسود على اللتر ميه. فانا بعمل كده في فتره النهار اسف. وخدوا بالكم بقى يا احباب، ما بين تغيير ميه واخرى لازم كل يوم انا بغير الميه، كل يوم لازم اغير الميه يا احباب، واتاكد ان المواسير عندي شغاله والقبات شغاله، عشان الميه مهمه جدا جدا في الشتاء للطيور. وزائد ان حضرتك انت مدي درجات حراره عاليه وبتحاول انك انت تحافظ، خد بالك من موضوع التدفئه ده كويس جدا. دفيت كويس واديت رافع مناعه زي الشطه والعسل الله الاسود اللي انا بقوله لحضرتك ده، انت هتلاقي معدل تحويل طيب. وادعوا لنا بظهر الغيب، وربنا يا رب يوسع عليكم ويبارك لكم ويعطيكم كل ما تتمنوه يا رب، اللهم امين. صدقوني والله يا احباب، جربهم ومش هتندموا وهتدعوا لي طبعا. واتمنى طبعا، ويسعدني ويشرفني وجودك معايا في القناه، ويساعدني طبعا الاشتراك في القناة والإعجاب الجميل والصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات. أتمنى يا رب أكون فدتكم، وأتمنى للجميع التوفيق، وتكون دورات طيبة عليكم وتكون ناجحة، وربنا يوفق الجميع. كان معاكم من قناة الخير أبو عبد الهادي، تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.